واحدة من أهم طرق الوصول للراحة النفسية استيعاب القانون ده، أنه حياتنا كلنا حتكون فيها الكثير من القدر، الكثير من الآلام، سواء الجسدية، النفسية، الصحية، المالية، كل واحد عنده مشاكله. الحياة عبارة عن آلام، يعني هذه طبيعة الحياة، كذا ربنا خلقها. أول خطوة للسلام الداخلي قبل ما كيف يكون رد فعلك تجاه هذه الآلام وكيف تعالجها وكيف تخففها، انك اول تتقبلها وبعدين تشوف كيف الآن ممكن أتعامل معها بشكل يخففها. وعلى نفس الموضوع ده، لما واحد يتمنى أنه يكون يحيا حياة شخص معين، لا تتمنى أنك تحيا حياة شخص آخر، لأنك ما أنت عارف آلامه هذه تقدر تتقبلها ولا لا. حتى لو أنت شايفه غني وكويس ومبسوط، ترى الإنسان أسرار. كل إنسان فينا في كمية من الأسرار في داخله ما يعلمها إلا الله. أوكي، أتمنى صفة معينة، مثلا نقول أبغى أكون مثلا عندي فن الإلقاء حق ده، أو أبغى أكون مثلا عندي تنظيم الوقت عند فلان. أوكي، صفات معينة.